السؤال 13 سنة عندي هنا 64. هناخد السؤال 13. رفت عينيك فقالت لك جدتك رفت العين اليمنى خير ورفت العين اليسرى شر وحزن. تشير مقولة جدتك إلى أحد أساليب التفكير الإنساني، الأسلوب الفلسفي ولا الديني ولا العلمي ولا الخرافي؟ هو بيقول عينك رفت، فستك بتقولك لو عينك اليمين اللي رفت يبقى حاجة خير، لو عينك الشمال اللي رفت تبقى حاجة شر. ده طبعا أسلوب ده الأسلوب الخرافي، ده مش الأسلوب ولا فلسفي ولا ديني ولا علمي. يبقى السؤال 13 ده هتبقى د. السؤال 14 يقول أحد المفكرين الكره تشويش للعقل ولا يسمح بالتفكير المتعقل. تشير المقولة لأحد عوامل الوقوع في أخطاء التفكير اللي احنا لسه قايلينها السبورة اللي فاتت: القابلية للاستهواء، تغليب العاطفة، صعوبة المشكلة، التسرع في الحكم. هو بيقول هنا الكره تشويش للعقل ولا يسمح بالتفكير المتعقل. الكره ده ايه؟ الكره والحب دول ايه؟ عاطفة، فهي وش هنا. يبقى انا هنا انهي عامل؟ هل القابلية للاستهواء؟ هنا تغليب العاطفة. يبقى انا السؤال 14 عندي ب. السؤال 15 هيبقى سؤال مقالي، يبقى ايه هنكتبه على السطر. هو اسلوب المعرفة العقلية الراقية والتفسير الكلي لحقائق الوجود. هو اسلوب المعرفة العقلية الراقية والتفسير الكلي لحقائق الوجود. طبق بمثال من عندك على اسلوب التفكير المشار اليه في العبارة. هو بيقول لي اهو اسلوب المعرفة العقلية الراقية. انا عندي كام اسلوب؟ 5. لو كان وقف لحد كلمة اسلوب المعرفة العقلية الراقية كنت هقول ده اسلوب علمي، بس هو كمل وقال ايه؟ والتفسير الكلي لحقائق الوجود. مين اللي بيتكلم على حقائق الوجود من اساليب التفكير؟ الاسلوب الفلسفي. فهو بيقول لي ايه بقى؟ طبق بمثال من عندك على اسلوب التفكير المشار اليه. هو ما قاليش الاسلوب، بس انا عرفته من التعريف اللي انا افتكرته من المعلومات. يبقى جاوبه ده س كام؟ ده س 15. اجابه س 15 ص 63 سؤال مقال. المشار إليه في العبارة هو الأسلوب الفلسفي. معرفة الأسلوب بالمثال، وذلك لأنه الأسلوب الذي يتناول دراسة